النجمة الجريئة اللي دايما تقف لمصر واسم مصر، سفيرة النوايا الحسنة وسفيرة الفن إلهام شاهين. الشعب اللبناني، مش بس الشعب اللبناني، الشعب العربي كله، ولكن بالأخص الشعب اللبناني، حضرت مع إلهام تكريمات كتير فيه، وفي حب كبير ما بين أهل لبنان وما بين إلهام شاهين. يمكن بيشوفوها قوية مثل قوة وصلابة الشعب اللبناني، بيشوفوها متحدية مثل تحدي وأخلاق الشعب اللبناني، بيشوفوها ما بتخافش لأن هو شعب ما بيخافش. فيمكن الصفات مرتبطة بإلهام والشعب اللبناني كتير جدا، وعشان كده تكريماتها في لبنان بتكون كتير جدا. النهاردة تكريم للخير، والحفل كله رايح للخير، وهي سفيرة للنوايا الحسنة، ودورها إنها تكون متواجدة مع الأعمال الخير. وبغض النظر عن أنها سفيرة، هي فنانة، فهي سفيرة أيضا للخير بفنها وثقافتها. وبداية الأسبوع الثقافي على أرض لبنان، أنا برحب بيكي وبقولك مبروك التكريم. ميرسي يا وسوس، الله يخليكي حبيبتي. وطبعا أنا سعيدة، الكلام اللي أنت قلتيه كلام جميل قوي، إنك تربطي بيني وبين الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يعني احنا طول عمرنا، وانا وانتي مش انا بس، بنعتبره هو والشعب المصري حاجة واحدة، وقد ايه بنحبهم وبنحب فعلا تحديهم وارادتهم. عندهم ارادة وحب للحياة كبير جدا، ان مهما يفوتوا في صعاب يقفوا تاني على رجليهم ويحققوا وجودهم ويحسسوكي بالقوة مهما كانوا بيمروا بفترات ضعف. فيمكن انا جايز اتعلمت ده منهم، ان انا افوت في اوقات صعبة وبعدين ارجع تاني اتحدى ويكون عندي ارادة واقف مرة تانية على رجليا. فده طبعا شيء جميل وشرف ليا. والخير عموما في اي مكان في الوطن العربي أكيد هنقف جنبه. كل عمل إنساني وكل عمل خيري، كل عمل للخير أكيد هنقف جنبه ونشجعه. إحنا محتاجين إن إحنا نحس ببعض أكتر ونحب بعض أكتر ونقف جنب بعض، واللي عنده يساعد اللي ما عندوش، والتعبان يلاقي إيد لمسة حنينة بتطبطب عليه، والفرحان كمان نقف معاه في فرحته ونشاركه فرحته. لأن احنا الوطن العربي كله احنا همنا واحد، ألمنا واحد وفرحنا واحد وأمننا واحد، مرتبطين ببعض في كل شيء. فببقى سعيدة في كل مكان في الوطن العربي لو يكون ليا ولو مشاركة بسيطة في أي شيء يعمل بسمة على وجوه يعني جمهورنا العريض في الوطن العربي وشعوبنا العربية، إخواتنا في كل مكان. أكيد الواحد ما يتأخرش ويكون سعيد وهو بيعمل ده. يعني طبعا كل مرة بتيجي لبنان بتاخدي تكريم بشكل وجايزة بشكل، المذاق بيختلف، والجايزة من لبنان بتختلف عن ما كنت معاكي في المغرب، عن ما كنت معاكي في الإمارات، عن ما كنت معاكي في مصر. هي مش حكاية البلد، مش حكاية ان الجايزة تختلف بسبب البلد، لكن الجايزة تختلف لأسبابها. أنا باخد جايزة عشان إيه؟ يعني في جايزة مثلا في مهرجان سينما أنا باخدها عشان فيلم، بيكون الواحد في حالة صراع وعايز ياخد الجايزة، وعايزين نقول إن إحنا يعني السينما وحبنا للسينما وإزاي نرفع اسم السينما المصرية في أي مكان في العالم. وانت بتبقي معانا في كل المهرجانات، بقى سعيد بتشوفي التوتر اللي بنبقى فيه، ان عايزين نرفع اسم السينما المصرية وعايزين نرفع اسم مصر في كل مكان في الدنيا. لكن الجائزة لما بتكون من ناحية إنسانية، بتكون بقى مش من لجنة تحكيم ولا من نقاد ولا من مهرجان، بتكون من الجمهور، الناس اللي بنحبهم، فيها شيء عاطفي. يعني غير الجائزة الفنية. الجائزة الفنية ده شيء عارفة إثبات الوجود والتفوق والنجاح، شيء مهني. أما جايزة من الجمهور فيها شيء إنساني، فيها علاقة جميلة، فيها إن الجمهور اللي أنا بشتغل عشانه ويهمني إن أنا أكون يعني بظهر قدامه بشكل كويس وبقدر أقدم فن جيد وهادف عشان الناس تحبني، عشان الناس تحترمني. الجمهور اللي ليه قيمة كبيرة جدا عندي ده بيقدرني، ده
حاسس ان انا بجتهد عشان ارضيه، عشان يعني اعمل حاجه تبقى لخير الناس بشكل عام، فبيبقى ليها مذاق في شيء عاطفي كده، في شيء إنساني مختلف. إلهام موقفة التصوير يوم واحد، بتكمل يوم للستات، واحنا في انتظار الفيلم ده بفارغ الصبر، لأن عايزين فترة المهرجانات جاية، فعايزين نلف معاه المهرجانات، وما قدرتش انها ترفض دعوة من لبنان لصالح الخير، وجت النهاردة دلوقتي وهتسافر الساعة 6 الصبح تنزل على التصوير. فالفيلم وصل لغاية فين؟ هيخلص امتى؟ اول مهرجان هيلحقوا ايه؟ احنا فاضل لنا الحقيقة جزء بسيط جدا، يعني يمكن أسبوع تصوير وينتهي الفيلم تماما، بعد الحقيقة صراع كبير، لأنه الفيلم ده تعبنا ومر بظروف الحقيقة صعبة، وتوقف لظروف خارجة عن إرادتنا كلنا، مش بسبب حد معين، لكن كان أوقات بسبب ظروف البلد، وأوقات بسبب ظروف جوية، وأوقات بسبب ظروف إنسانية برضو يعني مرت بيها المخرجة بتاعتنا، يعني وفاة والدتها مرينا بأكتر من موقف خلانا طبعا وقفنا التصوير، وأخيرا بنستكمل. بس أنا بوعدكم يعني على قد ما تعبنا في الفيلم ده، وعلى قد ما الناس في كل حتة بتسألني، بقالهم سنتين بيسألوني عن الفيلم واتكلمنا عنه كتير، أنا بوعد الناس فعلا بفيلم الناس هتحبه وهتحترمه وهيستمتعوا بسينما مختلفة، بسينما حقيقي جميلة، لأن كلنا بنعملها بحب. يعني من أول الكاتبة اللي كتبت، المخرجة اللي بتقدم العمل طبعا كاملة أبو ذكري، مديرة التصوير الفنانة الجميلة عاملة صورة رائعة نانسي عبد الفتاح، كل كاست الفيلم 5 نجمات و5 نجوم معايا طبعا الرجاله عشان بيزعلوا بيقول لك يوم للستات هو فيلم لا هو ده انا معايا نجوم كبار جدا، رجاله عاملين ادوار من اروع ما يمكن، محمود حميده وفاروق الفيشاوي واحمد الفيشاوي واياد نصار واحمد داوود، والستات برضو احنا برضو 5، يعني انا ونيلي كريم وهلا صدقي وسمح انور وناهد السباعي، فمجموعه كبيره مش من السهل ابدا ان هي تتجمع في فيلم واحد. صاحبة السعادة الأسطورة